في ليلة مظلمة جدا بيكون في بنت وولد واقفين عند قبر معين، وأول ما الولد مد إيده ناحية القبر ده ظهر لهم حاجز بشكل غريب قوي. ساعتها قالت له البنت إن أول ما قوتهم تتحد مع بعض هيقدروا بكل سهولة إنهم يحيوا القائد بتاعهم من الموت. وبدأت البنت دي باستخدام طاقتها لحد ما قدرت تدمر القبر تماما. تعالوا بقى نشوف بطلنا أوجي اللي عمال يلعب على البلاي ستيشن ده. بيجيله شاب وبيقوله أنا لسه شايف صاحبك المقرب واقف مع شوية شباب عند النهر. ولسه ما كملش الولد كلامه وأوجي جرى بسرعة البرق وركب الدراجة بتاعته وجري على النهر. وأول ما وصل هناك لقى صديقه يو عمال بيضرب في مجموعة الشباب دول. ولما هربوا الشباب دول من المكان استعد يو وعيه وذهنه كأنه كان مغيب عن العالم وكان شخص تاني هو اللي متحكم في جسده. ساعتها أوجي استغرب جدا لأنه صاحبه أساسا بقاله 4 أسابيع مختفي وما بيروحش المدرسة ومحدش يعرف عنه حاجة خالص. ولكن يو قال له على حاجة غريبة جدا بتحصل له أول ما بيخرج من بيته ويروح المدرسة. بيقول إنه بمجرد ما يمشي في الشارع بيبدأ يضرب في الناس وبعدها ينسى كل حاجة هو عملها من أول ما طلع بيته. وأثناء ما هما ماشيين بيشوفوا بنت، والبنت دي بدأت تتحرك ناحيتهم، وفجأة بدأ جسم البنت دي كله في الاشتعال كأنها بتتعذب في نار جهنم بالظبط. وعلى طول جري عليها أوجي علشان يحاول يطفي النار اللي ماسكة فيها دي. الغريب في الموضوع إن النار دي ما كانتش بتحرقه ولا بتمسه أبدا. وكان بينادي على صديقه يو، ولكن يو كان في نفس الحالة الغريبة كأنه مغيب عن العالم تماما. في الوقت ده ظهر شخص غريب وشكله كده وراه حكاية هو كمان. وتاني يوم أوجي كان خارج من مدرسته عادي، بس زميلته قالت له ياخدها على بيت صديقه يو علشان عايزة تطمن عليه. فأوجي قال لها انه رايح المستشفى علشان يزور واحدة شافها تعبانة امبارح وبعدها هيروح ليو. فالبنت زميلته ما اعترضتش وقالت انها عايزة تروح معاه المستشفى برضه. ولما وصلوا هناك قال لهم الدكتور ان البنت دي مش فاكرة اي حاجة خالص عن نفسها ولا حتى عن ذكرياتها، والحاجة الوحيدة اللي لقوها معاها هي المنديل ده. ولما أوجي قال اسمها اللي كان مكتوب على المنديل البنت دي بصت له على طول وقالت له هو أنت الشخص اللي أنقذتني امبارح؟ الناس كلها قالت لي إن في شخص أنقذني امبارح. وأوجي بدأ يسألها عن الحاجات اللي كانت بتخلي جسمها يتحرق بالطريقة المرعبة دي، بس البنت ما كانتش فاكرة أي حاجة خالص وكلامها كله كان بدون فايدة. تعالوا بقى نروح مع يو هو قاعد في بيته. فجأة بيطلع له مجموعة من الأشباح على هيئة ساموراي وكلهم بيكونوا عايزين يدخلوا في جسمه. وفي اللحظة دي بيظهر نفس الشخص الغريب ده تاني وبيقول تعويذات وكلام مجهول كده، وفجأة بيظهر شعاع من النور على إيده وبيقدر يقضي بيه على الأشباح دول كلهم. ساعتها ادى يو اسورة وقال له لازم تلبس الاسورة دي لانها هتقدر تتحكم في روحك وهتقدر تسيطر على جسدك من خلالها. وبعدها اختفى وسابه ومشى. واثناء ما الشخص ده كان خارج من عند يو الصدفة جابت ان اوجي يمر من جنبه، وبمجرد ما ده حصل اوجي شاف كل حاجة كانت لسه حاصلة مع زميله يو من شوية. وفضل اوجي ينادي على الراجل ده بس للأسف كان سابه ومشى خلاص. واليوم اللي بعده يو راح عند صديقته وكلمها وقال لها بما انك بتدرسي التاريخ انا عايزك تشوفي لي الرمز ده بيدل على ايه بالظبط. ووراها رمز شكله غريب جدا. ساعتها البنت ردت عليه وقالت له ان الرمز ده بيرجع لعائلة عريقة اسمها عائلة تاكيدا. ولسه البنت بتكمل كلامها الا وبيظهر لهم نفس الاشخاص اللي يو كان بيضربهم في الاول. ولما كانوا بيقربوا منه علشان يضربوه ظهر ولد مجهول كده وقدر بقوته انه يهزم الاشخاص دول بكل سهولة. الغريب في الموضوع ان الولد ده قرب على يو وركع قدامه وقال له انت سيدي. وقتها يو افتكر على طول الشخص اللي اداله الاسويرة امبارح وجاء على باله على طول. وفعلا الولد المجنون ده مسك ايدين يو وكان عمال يبص على الاسويرة قوي، بس يو اخد زميلته ومشي. في الوقت ده أوجي كان رايح للمدرسة، وأول ما وصل هو كمان ظهر له نفس الشخص ده وبدأ يستخدم قوته ويحرك الصخور ويرميها على أوجي. وفعلا جرحته في المرة الأولى، ولكن في المرة التانية وقبل ما الصخور دي تلمس أوجي
ظهرت له طاقة غريبة جدا قدرت إنها توقف الصخور كلها. ساعتها عرف الشخص الغريب ده إنه لقى أخيرا اللي هو بيدور عليه. بعدها عرف نفسه لأوجي وقال له إنه اسمه نوا وعنده حاجة لازم يوريها له فورا. بعدها أخد نوا أوجي عند النهر وقال له إن في معركة كبيرة قوي ودموية حصلت هنا زمان ومات فيها ناس كتيرة قوي. ولما قال لأوجي يبص على النهر بدقة أكبر اتحول النهر البركة من الدماء في منظر بشع جدا. بعدها أخدوا نوا عند راس الجبل وبدأ يحكي له عن باقي القصة. قال له إن الجنود اللي اتقتلوا في المعركة روحهم لسه ما ماتتش من العالم ده. وطبعا كل ده أوجي ساكت وماسك أعصابه. إيه البني آدم اللي ظهر له فجأة ده وجايبه في مكان مظلم ومكان حصلت فيه مآسي تاريخية قبل كده؟ أوجي استفاد إيه يعني لما عرف القصة دي؟ ولكن رد نوا كان صادم جدا. قال له على فكرة والدك هو اللي كان قائد الجيش في الوقت ده وانت الخليفة من بعده، وحاليا مهمتك انك تخلي الجنود والارواح دي تروح لعالمهم بصورة كاملة. وقال له كمان ان الاشخاص لما بيموتوا في العادي بتنتقل ارواحهم لفوق، ولما بيحصل كده بينسوا كل ذكرياتهم، بس في نفس الوقت في ارواح ما بتقدرش ترقد بسلام وتغادر العالم بتاعنا، وكل ده بيحصل لهم بسبب الحقد والرغبة في الانتقام. علشان كده بترفض الأرواح دي إنها تتمحي ذاكرتها وبيروحوا يدوروا على أي جسم يستحوذوا عليه. فأوجي هنا بيجي في باله حاجة واحدة بس، هل ممكن يكون أوجي تم الاستحواذ عليه فعلا؟ ونوا بيقول له أيوة انت فعلا كده زي ما أنا كمان كده بالظبط، وفي الحقيقة انت مش أوجي، انت سيد الجنود الطيب وهو مستحوذ على الجسد بتاعك. طبعا أوجي مش مصدق أي حاجة من الشخص المجنون ده حتى كمان قاله إن هو ما عندوش إثبات على كلامه، هو بس متأكد إن سيد الجنود ساكن فيه وخلاص. وكمان بيقوله إنه واجب عليهم هما الاتنين إنهم يحموا العالم بتاعهم من سيطرة قوة سيد الظلام اللي بيحاول يبعث نفسه من جديد هو وجيش الساموراي بتاعه. ده كمان بيقول لأوجي إنه عايز يعلمه إزاي يطارد الأرواح علشان يكون قوي. وساعتها بيقول لأوجي بص وراك كده، في واحد من الساموراي جاي علينا دلوقتي وانا هعلمك تطرده من عالمنا ازاي. وبدأ نوا يقول عليه تعويذة من تعويذاته الغريبة لحد ما ظهر ثقب اسود وسحب الساموراي ده جواه. في الوقت ده ظهر الخادم اللي كان بيركع ليو وشاف كل اللي حصل. بعدها راح للبنت اللي أوجي انقذها في المستشفى، وبنعرف انها شريكته زي ما شفنا في اول الانمي. والبنت بتسأله عن الجسد اللي سيدهم مستحوذ عليه حاليا، والخادم طمنها وقال لها ان كل حاجة ماشية زي ما هم مخططين بالظبط، بس المشكلة ان نوا مسيطر على الجسد اللي سيدهم مستحوذ عليه من خلال اسورة، والاسورة دي ملبسها لصاحب الجسد نفسه اللي هو الطالب يو. المشكلة بقى ان الاسورة دي منع روح سيدهم من انه ياخد السيطرة الكاملة على جسد يو. وساعتها البنت شريكته بتقول للخادم انهم لازم ياخدوا بالهم من الشخص اللي اسمه أوجي ده لانه ممكن يسبب لهم مشاكل، وكمان بتقوله انهم لازم يعملوا كل حاجة علشان يخلوا سيدهم يستحوذ بالكامل على جسد يو بأسرع وقت ممكن، واي حد هيعيق المهمة دي هيتخلصوا منه فورا. نرجع تاني لنوا وهو بيشرح لأوجي ان سيد الظلام مستحوذ على جسد صديقه المقرب يو، وبيقول له ان في حد قدر يحرر سيد الظلام من قبره، بس نوا ما يعرفش مين اللي عمل كده. وبيقول له كمان ان منع سيد الظلام من السيطرة الكاملة على جسم صديقه يو عن طريق الاسورة، بس للأسف الاسورة ممكن تتكسر في اي وقت علشان سيد الظلام قوته كبيرة جدا. المصيبة بقى انهم لو ما طردوش روح سيد الظلام من جسد يو ورجعوها لعالمها الطبيعي هيفضل سيد الظلام في جسد يو للأبد، يعني حتى الوقت كمان مش في صالحهم أبدا. علشان كده نوا طلب المساعدة والدعم من صديق ليه، ولحد ما يوصل الصديق ده نوا هيخلي عينه على يو. في الوقت ده كانوا الاتنين دول وصلوا بيت يو وأوجي عرفوا على نوا، وهنا نوا قال ليو كل حاجة وفهموا انه هيحميه لحد ما صديقه يوصل علشان يساعدهم يخرجوا سيد الظلام من جسد يو. في الوقت ده كانت رايحة زميلة أوجي للبنت في المستشفى علشان تزورها، ولكن انه فجأة ان البنت الخبيثة دي سيطرت على زميلة أوجي بالكامل وبقت تتحكم في كل تصرفاتها. مش بس كده، دي أمرتها كمان انها تاخد الاسورة من ايدين زميلها يو. وبعدها بيخرج نوا ويو مع بعض، ويو بيسأل نوا ويقول له انا مستغرب قوي انك قدرت تصاحب أوجي بالسرعة دي وتخليه يثق فيك، لأنه في العادي مش بيثق في أي حد خالص. وتاني يوم وصل نوا ويو للمدرسة وأوجي كان مستنيهم،
وبعد كده يو دخل المدرسة وسبقهم. في الوقت ده أوجي سأل نوا إذا كان متأكد إنه يقدر يحمي يو أصلا زي ما بيقول ولا لأ، ونوا بيرد عليه وبيقول إنه هيحميه حتى لو هيخسر حياته كلها. وفي نهاية اليوم الدراسي جات صديقة أوجي وقالت له إن البنت اللي في المستشفى افتكرت حاجة مهمة قوي وطلبت منها إنها تقول لأوجي جيلها بسرعة لهناك. طبعا أوجي ما صدق وطلع جري على المستشفى، ولكن البنت دي كان ليها غرض تاني خالص، علشان كده عملت نفسها بيغمى عليها، وبطريقة ذكية جدا عرفت تاخد الإسوارة من إيدين يو. في نفس الوقت بيجي الخادم ده ويقابل نوا، وهنا بيقول المستغرب علشان لقى سيد الجنود وإنه قدر يستحوذ على جسم شخص تاني بالرغم كل الجروح الخطيرة اللي خدها في المعركة، وكان عمال يستهزئ بيه جدا. وكمان قال له إنه هيعمل المستحيل علشان يحرر سيده، لأنه هو الأحق بالتحكم في العالم السفلي، مش واحد عبيط زي نوا كده. وبدأت هنا المعركة بينهم. ساعتها أوجي كان وصل خلاص للمستشفى عند البنت دي، ولما وصل لقى طاقة غريبة قوي طالعة منها، وهنا أوجي اتخض جدا وقال لها انتي مين بالظبط؟ بس البنت قعدت تضحك بهستيريا وقالت له خلاص كده فات الأوان للكلام علشان سيد الظلام اتحرر بالفعل. وفعلا قدرت البنت دي انها تفك الاسوره من ايدين يو، وبكده سيد الظلام قدر يستحوذ على جسد يو بالكامل. ساعتها البنت اختفت من المكان تماما واخدت معاها سيدها للقصر بتاعهم، وهنا امرها سيدها انها تطهر المكان، وبالفعل بدأت النيران تشتعل في كل القصر، وقرروا كلهم يحتفلوا بعودة سيد الظلام مرة تانية. دي مصيبة كبيرة قوي. وطبعا أوجي بيروح على طول علشان ينقذ صديقه، ولكن زميلته دي بتقرر تيجي معاه، وأثناء ما أوجي بيحاول يمنعها ظهر لهم مجموعة من الساموراي وحاولوا يهجموا على زميلة أوجي، بس هو قدر ينقذها. وطبعا نوا جه ونهى الموضوع كله بتعويذته السحرية. ساعتها قال له أوجي إنه لازم يستخدم القوة اللي جواه ولازم يحاول يحررها علشان يعرف يدافع عن نفسه، وإن دي الطريقة الوحيدة لإنقاذ صديقه يو. وبعدها نوا بيسيبه ويمشي، بس أوجي بيكون متعصب قوي وبياخد زميلته علشان ينقذ يو، وأوجي بيدي زميلته جاروف علشان تساعده في قتل الساموراي. وبدأوا الاتنين في الهجوم فعلا، والبنت دي طلعت جامدة قوي وتحولت إلى وحش كاسر وقتلت عدد كبير قوي من الساموراي. ولما جاء واحد منهم يهجم عليها، ولكن بسبب الإسورة اللي أخدتها من يو الساموراي مات على طول. ساعتها أوجي قال لها خليكي انتي بالإسوارة دي في المقدمة، وفعلا كملوا لحد ما وصلوا للقصر، وظهرت لهم البنت الخادمة الخبيثة دي وبدأت تهاجم أوجي على طول. دي كمان قالت له انها هتستفزه علشان أوجي يطلع قوته الحقيقية ليها وتستمتع شوية، وبالفعل بدأت تهاجم فيه لحد ما أصابته. ساعتها بدأت النيران تشتعل في جسم أوجي بأكمله لحد ما ظهرت قوته الحقيقية فعلا، وقدر بيها انه يطير جسم الشيطانة دي من البنت اللي كانت مستحوذة عليها. ونوا كان بيحاول يقاتل يو بعد ما سيد الظلام استحوذ عليه، بس طبعا كانت قوة سيد الظلام أكبر بكتير وشكله كده هينتصر على نوا. بس بمجرد وصول أوجي حاولوا هما الاتنين انهم يجمعوا قوتهم علشان يطردوا قوة سيد الظلام دي من يو، بس للأسف يو كان قوي جدا وما قدروش عليه. في الوقت ده وصلت صديقة أوجي وقال لها صوبي الإسوارة ناحية يو، ولما عملت كده بدأ يو يضعف تدريجيا، بس قدر يدي صديقة أوجي ضربة قوية برضو. بس البنت دي ما استسلمتش وجارت على يو ومسكت فيه. في اللحظة دي اتحد كل من أوجي ونوا وبدأوا يقولوا مجموعة من التعويذ القوية جدا، وعلى طول وجهوا ضربة لسيد الظلام، وبالفعل قدروا يحرروا يو من سيد الظلام أخيرا. وبعدها نوا قال له أوجي إن كل اللي حصل ده يثبت لك إنك فعلا سيد الجنود، ويو بيشكر نوا على تحرير جسده وعلى كل اللي عمله معاه. ودي كانت فرصة نوا علشان يضم أوجي ليه ويساعده علشان يرجع باقي الأرواح للعالم بتاعها. بعدها بيكون في شخص غريب واقف عند النافذة، وبيطلع له واحد من شبح الساموراي دول وبيبلغه بآخر أخبار سيد الظلام، وإنه اضطر يهرب من المنطقة الشمالية وعايز يستحوذ عليها ويكون جيش فيها. وبيقول له كمان إن الشخص اللي قضى عليه مش نوا لوحده، كان في شخص تاني معاه. فالراجل ده قال له لو اللي معاه ده كان سيد الجنود فاحنا لازم نخلص عليه الأول. يا ترى مين الشخص ده؟ شكل أوجي كده دخل نفسه في مشكلة كبيرة قوي،
تاني يوم لما أوجي راح للمدرسة فجأة ظهرت بنت راكبة دراجة وبدأت تمشي وراه، وبدأوا هما الاتنين إنهم يتسابقوا وكانوا في نفس المستوى بالظبط، لحد ما ظهر كلب قدام أوجي فاضطر على طول إنه يغير طريقه وده خلاه يقع على الأرض، وكان مستغرب قوي مين البنت دي وليه عملت كده. ولما وصل أوجي للمدرسة شاف شاب غريب قوي قاعد على المقعد بتاعه ولسه بيقوله ده المقعد بتاعي، فالشاب ده قال له أهلا يا أوجي، وأوجي كان مستغرب منه قوي إزاي الولد ده عرف اسمه كده. ساعتها أوجي سأل صديق يو على الشاب ده وقال له يا ترى الولد ده يعرفني منين، بس يو قال له هو أنت ما تعرفوش، ده صديقك المقرب. أوجي هنا استغرب جدا وقال له إزاي يعني ده صديقي المقرب؟ أنا أول مرة أشوفه في حياتي كلها، ده أنا كمان عمري ما شفته في الفصل بتاعنا. ساعتها يو بيقول له أنت الوقعة اللي أنت وقعتها من شوية أكيد أثرت على دماغك، أنت لازم تروح للدكتور فورا علشان نطمن عليك. بس أوجي كان متأكد قوي إنه عمره ما شاف الشاب ده في حياته، وكان متأكد برضو إنه هو واعي تماما. كده أوجي بقى متلخبط خالص ومبقاش فاهم أي حاجة في أي حاجة. هو ممكن الحاجات تحصل في حياة الواحد وهو ما يفتكرهاش. وبعد انتهاء اليوم الدراسي كان أوجي مستني يو علشان يروحوا مع بعض، بس جاء شاب تاني ونادى على يو فسأله أوجي مين ده كمان؟ قال له ده شاب معانا في الصف الأول وإحنا رايحين المكتبة. ولما جاء أوجي يمشي الشاب ده بصله بصة غريبة كده ومش مفهومة، يا ترى الولد ده وراه إيه؟ المهم لما خرج أوجي لقى البنت بتاعت الدراجة مستنياه وكان مستغرب قوي من جرأتها. بعد كل اللي عملتيه فيا كمان جايالي قدام مدرستي؟ ده انتي بنت بجحة قوي. فلقى البنت دي بتقوله عامل إيه يا أوجي؟ وأوجي ما بقاش فاهم أي حاجة خالص، إزاي عرفت اسمه هي كمان؟ بس البنت دي قالت له أقول لك يا أوجي ولا أقول لك يا سيد الجنود؟ وهنا أوجي اتصدم جدا إزاي البنت دي عرفت كل ده. وفي الوقت ده وصل نوا والبنت دي سلمت عليه وبدأت تتكلم معاه، والبنت بدأت تعرف نفسها وقالت إن اسمها هارو. وقبل ما يمشوا كلهم نوا حس إن في حد بيراقبهم وإن في طاقة كبيرة قوي محاوطة المدرسة كلها، وراحوا التلاتة المكان علشان يتكلموا فيه. وبدأوا التلاتة يتكلموا عن المعارك اللي حصلت زمان وعن العالم السفلي ونظام الإقطاع، وإن الفريق بتاعهم مكون من 5 أفراد، والاتنين التانيين واحد فيهم استحوذ على جسد طفل فهو ما ينفعهمش دلوقتي، والتاني مش عارفين فين أصلا. فأوجي سأل نوا عن سيد الظلام ولو كان يعرف مكانه ولا لأ، ولكن نوا طبعا ما يعرفش مكانه لحد دلوقتي. وفي نفس الوقت ده هارو أغمى عليها من كتر الشرب فأخدوها ومشيوا، ونزل أوجي ونوا يكملوا كلامهم. ساعتها أوجي قال لنوا إن هو مش مقتنع إنه سيد الجنود وإن الموضوع ده ما يخشش العقل أصلا. فرد عليه نوا وقال له أنت لو ما كنتش سيد الجنود ما كنتش قدرت تستخدم الطاقة الهائلة بتاعتك دي، وده إثبات فعلا إن أنت سيد الجنود ومفيش حد غيرك أبدا. ساعتها أوجي بيقول حاجة غريبة جدا، بيقول إنه مدام هو سيد الجنود إزاي قبل إنه يستحوذ على جسد شخص تاني بريء زي أوجي وسلب منه حياته. وهنا نوا بيقولوا إن هم كلهم حاسين بالذنب بسبب الموضوع ده، بس هم ما عندهمش أي حاجة في إيديهم يقدروا يعملوها علشان يرجعوا تاني، وخرجوا هما الاتنين. بس قبل ما أوجي يمشي نوا سأله لو في حاجة غريبة بتحصل معاه. ساعتها أوجي على طول حكى لنوا على اللي حصل له في المدرسة، قال له إنه شاف واحد زميله كل الناس بتقول عليه إنه هو صديقه المقرب، بس أوجي مش فاكره أصلا، ده كمان ما يعرفش هو مين. ساعتها نوا بيقول له ما تصدقش غير نفسك، لأن في المدرسة في حاجات غريبة هتحصل الفترة دي، علشان كده لازم تاخد بالك من نفسك كويس قوي. وتاني يوم في المدرسة ظهر الولد اللي بيدعي إن هو صديق أوجي المقرب، وجا وقال له على طول كده هو أنت بجد مش فاكرني؟ فأوجي قال له هو أنا هفتكرك إزاي أصلا؟ يا ابني أنا أصلا معرفكش. هنا الولد ده بيقول له هو أنت بتكرهني للدرجة دي ولا أنت فعلا فقدت الذاكرة زي ما هم بيقولوا عليك؟ وفي الوقت ده دخل المدرس، ولما الحصة خلصت راح أوجي يدور على دفتر الحضور، بس الغريب في الموضوع إنه ما لقاش اسم الولد ده في الدفتر أبدا. ولما راح سأل المدرس لو كان يعرفه ولا لأ
فالمدرس قال له أيوة طبعا أنا عارفه، أنا عمري ما أنسى طالب عندي. هنا أوجي قال له على طول إن هو اسم الولد ده مش موجود في الدفتر أصلا، وفعلا لما المدرس بص على الدفتر ملقاش اسم الولد فعلا، وبكده شكوك أوجي حوالين الولد ده اتأكدت، وعرف على طول إنه ممكن يكون من المستحوذين التابعين لسيد الظلام، وممكن كمان يكون عمل تنويم مغناطيسي للمدرسة كلها. وفي الوقت ده أغمى على يو وراح للمستشفى. ساعتها نوا وهارو راحوا له للمستشفى علشان يطمنوا عليه ويشوفوه، بس وهم خارجين نوا قال لصديقته هو انت عرفتي اي حاجة عن يو؟ فالبنت قالت له انا معرفتش كتير قوي، بس هو عنده طاقة كبيرة. وهنا نوا قال لها انه يو ممكن يشكل عليهم خطر كبير فيما بعد، ولازم ياخدوا حذرهم. وأثناء ما هم ماشيين قابلوا الولد ده تاني، وأول ما مر من جنبهم حسوا بحاجة غريبة جدا. نروح لأوجي ويو في المستشفى. يو بيقول له أوجي إنه لازم يروح يسلم الملف ده لولد زميلهم في المدرسة، فأوجي قال له أوكي ارتاح أنت وأنا هروح بدالك. وبمجرد ما أوجي إدى الملف للولد ده، الولد سأله لو عنده وقت علشان عايز يخرج معاه شوية، فأوجي استغرب شوية وقال له لأ أنا بصراحة ما عنديش وقت. فهنا الولد قال له أنا بس كنت عايز أعرف إزاي طردت روح سيد الظلام وخليته يهرب. وأوجي اتصدم جدا إن الولد ده عرف كل ده. ساعتها رد عليه وقال له إنه يو هو اللي عرفه كل ده. وأثناء ما هما بيتكلموا أوجي سمع صوت جاي من عند يو. لما راح له هناك لقى كل حاجة طايرة في الغرفة، وكأن في شبح مرعب مش زي أي شبح شافه في حياته قبل كده. وفجأة الشبح ده اختفى تماما. في المدرسة جت صديقة أوجي وقالت له أنا عايزاك في موضوع، وحكيت له إنها شافت الشبح ده وكان بيردد عبارة 83 لبرة. في الوقت ده نوا كان عمال يحكي لهم عن مجموعة من المزارعين اللي عملوا ثورة كبيرة قوي على النظام بسبب إن السلطة رفعت عليهم الضرايب، والسلطة فعلا وعدتهم إنها هتخفف الضرايب بس أخلفت بوعدها وأعدمت القائد ومجموعة من الثوار، وكلهم تم إعدامهم في نفس المكان اللي اتبنت فيه المدرسة بتاعت صديقتهم. مفيش شك إن دي أشباحهم وهي اللي بتطاردهم. وعبارة 83 لبرة ده كان الشعار بتاعهم. فأوجي هنا كان مستغرب قوي ومش عارف طب الناس دول عايزين ينتقموا من المدرسة ليه. في الوقت ده راحوا عند قبر القائد والثوار في المدرسة القديمة، وهنا بدأت هارو تقول تعويذة، بس لقت الأرواح كلها اختفت من المكان، وفي حد منومهم مغناطيسيا ومخليهم ينفذوا كل أوامره، والشخص ده عايز ينتقم من أوجي، علشان كده الأرواح دي موجودة في المدرسة. في اللحظة دي راح أوجي للولد اللي بيدعي إن هو صديقه وقال له خلاص كده لعبتك خلصت، أنا عرفت كل حاجة. ولسه هيبدأ يضربه بس الولد ده قدر يطير في الهواء في لحظة واحدة، وقال له خسارة إن سيد عظيم زي سيد الجنود يكون متجسد في شاب ضعيف زيك وكمان مش فاكر حاجة. وعلى طول أوجي سأله انت مين وعايز مني ايه؟ فرد عليه الشاب ده وقال له الجهل نعمة ومن الأفضل ليك ان انت ما تعرفش وبلاش تفكر أصلا. فأوجي قال له انت من الفريق بتاعي، ولسه هيكمل بس سمع صريخ جامد قوي جاي من المدرسة، ولما نزل علشان يشوف فيه ايه لقى اللوكرز كلها وقعت على زمايله، والأشباح في كل مكان بتردد نفس العبارة 83 لبرة. وبعدها راح أوجي البيت وكان الجو بيمطر جدا، فأخته قالت له غير هدومك علشان ما تتعبش وانا هجيب لك هدوم جديدة، وهنا شكرها أوجي. وراح بعد كده لصديقه يو علشان يطمن عليه، ويو قال له انه بخير وهيجي المدرسة بكرة. فأوجي قال له بلاش لان في حاجات غريبة قوي بتحصل في المدرسة، وسأله لو كان قال له حاجة للولد اللي هو اداله الملف قبل كده عن حادثة طرد الأرواح. بس الغريب في الموضوع انه يو بينكر تماما انه هو قال لحد. في الوقت ده خرج أوجي من عنده وراح للمدرسة، وكان الولد ده موجود هناك هو وكل الأشباح ومستني أوجي علشان يجيله، وقال له وريني بقى القوة اللي انت قدرت تطرد بيها سيد الظلام، أنا عاوز أشوف قوتك. وبنشوف يو هو بيحلم حلم غريب جدا عبارة عن أوجي وهو مقتول والدم بتاعه مغرق كل حتة، وبعدها قام من النوم وهو مخضوض جدا. ونكمل الأحداث اللي حصلت مع أوجي. لما وصل هناك
قابل نوا والبنت صديقته. ساعتها اتضايق جدا ان هم جم وراه، كمان قال لهم انا مش عاوز مساعدتكم وبطلوا تحاولوا تساعدوني بقى. فنوا رد عليه وقال له احنا جايين لنفس المهمة هنا. ودخلوا الثلاثة المدرسة، وأول ما دخلوا ظهر الولد ده وبدأ يعمل ختمة حوالين المدرسة كلها، وبدأوا يسمعوا عبارة 83 لبرة. فجأة بدأ إزاز المدرسة كله يتكسر ويتجه ناحيتهم. ولما جه نوا علشان يستخدم قوته ما عرفش يستخدمها نهائي، وساعتها قال لهم انه لازم يهربوا من هنا حالا بأقصى سرعة. ولما طلعوا للدور التاني سألته البنت انت ما عرفتش تستخدم طاقتك ليه؟ الموضوع ده اكيد بسبب الختم اللي الولد حطه. الختم ده بيمنعهم من انهم يستخدموا قوتهم، وعلشان الموضوع ده ينحل لازم حد يفك الختم من بره المدرسة. وقال نوا انه هو ده بالظبط اللي حصل معاهم من 30 سنة فات. فأوجي هنا سأله طب وعملتوا ايه ساعتها؟ وازاي قدرتوا تفكوا الختم؟ بس المصيبة ان نوا قال له لا احنا ما قدرناش نعمل اي حاجة. وفي الوقت ده بدأت الأشباح يظهروا ويكسروا في الإزاز ويوجهوه كله ناحية أوجي، بس نوا وقف قدامه وقدر انه يحميه واتصاب مكانه. ساعتها كلهم طلعوا يجروا على سطح المدرسة، بس للأسف الأشباح ما سابتهمش وراحوا وراهم وبدأوا يكرروا نفس الجملة. وبدأت الأشباح دي تخنق فيهم كلهم هما الثلاثة، كانوا خلاص هيموتوا. وهنا جه يو الولد ابو نضاره اللي كان بيدعي انه صديق اوجي وقدر يفك الختم وينقذهم. وهنا على طول بنعرف ان الولد ده هو العضو الخامس في الفريق. ولما اوجي سأله انت عرفت منين اصلا ان احنا هنا؟ فرد عليه يو قال له انا حلمت ان انت في خطر وجيت دورت عليك على طول. وظهر الولد اللي مسيطر على الارواح وبدأ يتكلم مع اوجي ويستهزئ بيه وبضعفه وانه من دون فايدة. ولسه جاي يفكر بالماضي نوا حذره ان هو يتكلم وسكته على طول. الظاهر كده ان في سر كبير قوي نوا مخبيه على اوجي ومش عايز الولد ده يفضح السر ده. المهم الولد ده بدأ يؤمر الاشباح انها تهجم عليهم، ولكن يو وقف الاشباح وبدأ يتواصل معاهم. ساعتها بدأ يفكرهم بالماضي بتاعهم علشان يوقفوا هجوم، بس العكس تماما اللي حصل. يو اتأثر جدا بالظلم اللي شافوه وعانوا منه. في اللحظة دي قائد الأشباح قال له شفت احنا قد ايه تعرضنا للخداع والظلم، وبدأوا يخنقوا يو، بس هو قدر يتواصل معاهم ويفكرهم بالحاجات الحلوة اللي كانوا عايشين فيها. وبالفعل قدر يحررهم من سيطرة الولد ده وإنهم ينتقلوا للعالم التاني بسلام وأرواحهم ترقد مرتاحة للأبد. ولما الولد ده شاف يو قال لهم أنا لازم أبلغ سيدي باللي شفته النهاردة، وسابهم ومشي ووعدهم إنهم هيتقابلوا مرة تانية. بعد كده أوجي ونوا بيكونوا قاعدين مع بعض، ونوا بيقوله أنت أنقذتني علشان أنا سيد الجنود صح؟ فنوا بيرد عليه وبيقول له لأ مش هو ده السبب، بس انت كمان يا أوجي شخص طيب جدا وتستحق الإنقاذ. وهنا نوا عرض على أوجي إنه ينضم ليه في رحلته علشان يقدروا ينقذوا الأرواح المتعلقة من قبل سيد الظلام، واداله الكارت بتاعه وقال له فكر في الموضوع. الغريب في الموضوع إن الكارت بتاع نوا كان مكتوب عليه إنه هو بيشتغل راهب، فاستغرب أوجي وقال له انت راهب؟ ونوا أكد له المعلومة وقال له فعلا، وكمان أنا عايزك معايا علشان ننقذ الأرض من قوة سيد الظلام وباقي الأسياد اللي عايزين يسيطروا عليها. وبالفعل وافق أوجي إنه ينضم لنوا. يا ترى بقى هيقدروا يعملوا إيه علشان يخلصوا مهمتهم؟ في الغابة بنشوف شاب غريب قوي وهو ماسك قطعتين من الحجر وبيبدأ يقربهم من بعض. بعدها طلع منهم طاقة غريبة جدا وظهر منها وحش عملاق. وبنشوف أوجي ونوا وهم رايحين مدينة أوزو علشان يقابلوا واحد غريب جدا. وأول ما وصلوا جالهم الواحد ده وبدأ يعرفهم بنفسه وقال لهم إنه خادم لسيد الظلام. أوجي كان متعصب جدا لما شافه وما كانش متقبل منه أي كلام نهائي. وفي نفس الوقت نوا اتهم الشخص ده إنه هو كان بيراقبهم طول الوقت ده. فالخادم رد عليه وقال له لأ، وقال له كمان إن في الفترة الأخيرة حصل في المدينة دي حاجات غريبة وهو جاي هنا علشان كده بالظبط. ساعتها بدأ الولد ده يتكلم مع أوجي وكان بيتحدث
بيتحسر وبيقول إن قوة عظيمة زي دي موجودة في جسم ولد ضعيف زيك وكمان كسول. كل الناس فعلا عمالة تستهزئ بأوجي، وهنا أوجي اتعصب جدا عليه وقال له لو عاوز تنتقم لحادثة يو فأنا مستعد إني أواجهك، لأنك شكلك كده جاي علشان تتخانق معايا. بس نوا اتدخل في الوقت المناسب وطلب من الخادم إنه يكلمه على انفراد. ساعتها الخادم عرف إن أوجي ما يعرفش إيه اللي حصل بالظبط من 30 سنة في حادثة اسمها حادثة ميناكو. نوا رد على الخادم وقال له إن فعلا أوجي ما يعرفش أي حاجة وما ينفعش يقوله دلوقتي. وبعدها بدأ الخادم يستهزئ بنوا شوية وسابه ومشي. بعدها نوا وأوجي كملوا رحلتهم على قصر قديم جدا، والقصر ده كان موجود فيه مجموعة من أرواح الجنود. وبدأ أوجي إنه يظهر قوته اللي اتعلم يستخدمها في رحلته مع نوا في الشهور اللي فاتت، وفعلا بدأ يبعت الجنود دول للعالم التاني، وكان مبسوط جدا بنفسه. ونوا كمان كان عمال يقاتل معاه. بس بعد شوية ظهرت ناس تانيين وكان شكلهم مختلف خالص، وهنا بنعرف إن دول هم قادة الأرواح. ونوا إدى لأوجي قلادة علشان يقدر يتحكم من خلالها بالأرواح دي ويقدر يرسلهم للعالم التاني. وبالفعل أوجي قدر يعمل كده، وبكده يكونوا خلصوا مهمتهم في القصر ده. في نفس الوقت كان الشاب اللي بيخدم سيد الظلام واللي شفناه في الجزء التاني كان مستولي على الأرواح. الشاب ده كان قاعد مع شاب تاني وكان بيحرضه على الانتقام من أخوه وعمال يملى دماغه بالكلام. بس الشاب ده قال له إنه هو أصلا جاي علشان يعترف لأخوه إنه هو مسامحه، لكن خادم سيد الظلام ما عجبهوش الكلام أبدا. واضح كده إن دي قصة جديدة هندخل في تفاصيلها كمان شوية. وفجأة بيوجه عليه طاقة غريبة، وبكده يكون الشاب ده اتعمل له تنويم مغناطيسي بحيث إنه ينفذ كلام مساعد سيد الظلام. هنا بيقوم أوجي من النوم وهو مخضوض وبيحكي لنا الحلم اللي هو شافه بالظبط. أوجي حلم إن هو واقف قصاد مراية، بس انعكاسه في المراية كان عبارة عن بنت وعمالة تردد اسم ميناكو. في الوقت ده ظهر على نوا علامات التوتر، وهنا أوجي اتأكد إن نوا مخبي عنه حاجة. وهنا نوا بينهار وبيقول لأوجي إن هو خايف لا يعرف الحقيقة، والحقيقة هي إن نوا كان كلب مخلص جدا لسيد الجنود. بس للأسف نوا خان سيد الجنود من 30 سنة. من غير ما نعرف أي تفاصيل تانية أوجي بيتضايق جدا من نوا وبيسيبه ويمشي. ونروح لصديقات أوجي ويو وهم قاعدين قدام حمام السباحة، وفجأة ظهرت إيد بدأت تشد كل اللي في المسبح علشان تغرقهم. وبدأ فريق الإنقاذ يجي علشان ينقذ الناس، بس كان في وجه بنت غريب جدا موجود بداخل المسبح، والبنت دي كانت بتستخدم شعرها علشان تغرق الناس دول. البنتين دول طلبوا مساعدة من أوجي ويو والشاب أبو نضارة اللي معاهم. ولما راحت البنت لأوجي علشان تشكره رد عليها بطريقة باردة جدا على عكس طبيعته، والكل كان ملاحظ إن أوجي متغير. بعد كده دخلوا كلهم المكان بعد ما الشاب اللي لابس نضارة عمل تنويم للحراس، وقعدوا كلهم يدوروا على البنت اللي ظهر وشها في المسبح بس من دون أي فايدة. وهارو كانت موجودة معاهم وكانت مستغربة جدا عن سبب وجود الأشباح في المكان ده. ساعتها بنعرف إنه من 40 سنة كان في قصر هنا، وفي قبيلة من القبائل قتلوا الأميرة بتاعتهم وحرقوا القصر بتاعها، ولحد دلوقتي أشباح الناس اللي ماتت ساكنة المكان ده. وهنا قررت هارو تنزل في المسبح كطعم علشان الشبح يظهر نفسه. بس الشبح في الوقت ده كان متلبس البنت اللي أنقذها أوجي، وزي ما انتوا توقعتوا الشبح ده هو شبح الأميرة اللي ماتت في القصر اللي اتحرق. وبدأت توجه كلامها لأوجي وتقول له حاسس بإيه دلوقتي بعد ما غرقت القلعة وحرقت سكانها؟ واضح كده إن الأميرة الشبح دي كانت فاكرة أوجي من سكان القبيلة اللي عملوا كده فيها، وبدأت تهجم عليه. بس أوجي في اللحظة دي فقد السيطرة على نفسه وكان هيقتلها خلاص، لكن الشاب أبو نضارة وقف قصاده ومنعه من قتلها. وبدأ هو وهارو يقروا التعويذ علشان يحرروا الأميرة من جسم البنت، وفعلا هو ده اللي حصل بالظبط. الملفت في الموضوع كله طريقة أوجي في فقدان عقله، وإنه كان ممكن يقتل زميلته اللي كانت مستحوذة من روح الأميرة، كان فعلا خلاص هيموتها. إحنا كلنا عارفين سبب زعل أوجي لأنه عرف الحقيقة من نوا، ولكن الشاب أبو نضارة بيقول لأوجي إن هو السبب في كل اللي حصل وقتها. وللمرة التانية
تانية من غير ما أوجي يسأل حصل إيه بيسيبهم ويمشي. في الوقت ده قعد أوجي يمشي في المدينة وهو عمال يفكر في كلام الشاب ده، وراح قعد عند النافورة وكانت في إيده علبة السجاير بتاعة نوا وحطها جنبه. في الوقت ده كان في مجموعة من الشباب داسوا على السجاير دي وهم معديين من جنب أوجي، فأوجي صمم إن الشباب دول لازم يعتذروا له، وكان متعصب جدا من اللي حصل، وفي لحظة غضب كان عايز يستخدم قوته بس تراجع على طول لما افتكر إن هو كان على وشك إنه يقتل صديقته البنت، وللأسف ساب نفسه خالص لحد ما الشباب دول ضربوه علقة وسابوه. في الوقت ده جاء شخص غريب وشاف أوجي وهو مرمي على الأرض وقال له انت شكلك كده بدأت تخاف تستخدم قوتك زي زمان، وأخد أوجي ومشي. يا ترى ايه حكاية الشخص ده هو كمان؟ في اليوم اللي بعده كان في بنت طلبت مساعدة نوا باعتباره راهب وبدأت تحكي له قصتها. قالت له ان أخوها تعرض لحادث هو وصديقه على المنحدر بتاع الجبل، بس الحادثة ما كانتش كبيرة قوي ومحدش فيهم اتأذى، بس من وقتها وأخوها داخل في غيبوبة ومش راضي يفوق منها لحد دلوقتي. المشكلة إن من ساعة الحادثة دي والبنت كل يوم بتحلم إن أخوها محبوس جوه شجرة، والحلم ده مضايقها جدا، ودايما بتسمع أخوها وهو بيقول لها إنها لازم تقتل الوحش علشان يقدر يتحرر، وبتقول كمان إن هو ساعات بيظهر لها في المراية. هنا نوا بياخدها عند المراية وبيسألها إذا كانت شايفة أخوها ولا لأ. هنا البنت بترد عليه وبتقول له أيوة أنا شايفة أخويا في المراية. الغريب في الموضوع أن نوا كان مستغرب جدا لأنه مش حاسس بروح أخوها ده ومش حاسس بأي طاقة في المكان أصلا. بعدها أخدها نوا وراحوا المستشفى عند أخوها المغمى عليه، وهنا نوا عرف أن روح أخوها مش موجودة في جسمه، بمعنى أنه هو جسد بدون أي روح، ولو استمر لفترة طويلة المؤكد أنه هو هيموت. الحل الوحيد دلوقتي أنهم يدوروا على الروح بتاعته بسرعة ويرجعوها لجسده. وعلى طول البنت أخدت نوا المكان الحادث وقالت له على اللي حصل بالظبط. صديق أخوها اللي كان معاه كان هو اللي بيسوق العربية وشاف حيوان ضخم على الطريق واصطدموا بالحيوان ده، وهو ده الحادث اللي عملوه. بس نوا كل ده شاكك في الموضوع لأنه برضو مش حاسس إن في أي حاجة غريبة حصلت في المنطقة دي. بس البنت بتديله معلومة وبتقوله إنه أهالي المنطقة دي بيقولوا إنه في مراية مقدسة عندهم اتسرقت من المكان هنا. ولما نوا سمع الكلام ده أخد البنت وراحوا عند الشلال وسط الغابة، وكان حاسس إن الشلال ده اتغير جدا عن آخر مرة نوا كان موجود فيه. كان حاسس إن الطاقة المقدسة اللي بتحيط الشلال كلها اختفت، وبدل ما تحمي الشلال بقت تسحب كل الأرواح اللي في المكان. والموضوع ده أكيد ليه علاقة بأخوها اللي فقد روحه. في الوقت ده ظهر خادم سيد الظلام تاني، بس بيقول لنوا إن هو مش جاي وراه ولا حاجة، وقال له إن هو جاي في مهمة وعايز يستكشف حاجة مع نوا. وبيبدأ كمان يقول له عن إن في حيوان كبير لونه أحمر وشبه الأسد طليق في الغابة دي، والحيوان ده ميزته الوحيدة ان هو بيقدر يفترس اي روح هو عايزها. وبيقول له كمان عن المراية المسحورة اللي اتسرقت من القرية. وساعتها خادم سيد الظلام بيقول لنوا خد البنت دي وروحوا عند المعبد اللي في الغابة علشان هتلاقي هناك حاجة تهمك جدا. ولما راحوا البنت اتعرفت على طول على الغابة وقالت لنوا ان هي دي الغابة اللي بتشوفها في الحلم، ودي نفس الشجرة اللي اخوها بيظهر لها فيها ونفس مواصفاتها بالظبط. وفجأة شافت شكل أخوها على الشجرة بس ما قدرتش تستحمل المنظر وأغمى عليها. ونوا وصلها وقرر إنه يكمل المهمة دي لوحده علشان يعرف إيه اللي بيحصل بالظبط. ولما راح للخادم بتاع سيد الظلام، نوا والخادم اتأكدوا إن الحيوان ده أكيد ليه علاقة بالموضوع. الوشوش الموجودة على الشجرة دي هي عبارة عن أرواح الناس اللي انسحبت من جسدهم. بيكون في أشخاص تانيين موجودين على الشجرة والموضوع بيكون مرعب جدا. وأثناء ما هم بيتكلموا دخل عليهم راجل كبير في العمر وقال لهم لو انتوا عايزين تحرروا الأشخاص اللي في الشجرة دول لازم نكسر الشيء اللي سجن الأرواح وحبسهم جوه الشجرة. دي أسهل طريقة علشان نحررهم. الموضوع ده هيكون أحسن بكتير من أنهم يروحوا ويقتلوا الحيوان الكبير وجها لوجه. كل اللي عليهم يعملوه أنهم يدمروا المرآة المقدسة. المرآة دي مكونة من جزئين، جزء أنثى وجزء ذكر، والجزء الأنثى هو اللي مسؤول عن سحب الأرواح دي وحبسهم في الأشجار، وعلشان كده الجزء ده كان مدفون في أعماق المعبد.
بس اللصوص قدروا يسرقوها وبعدها اتحررت وحصل اللي حصل، فبيقرروا كلهم انهم لازم يلاقوها علشان يدمروها لتحرير الارواح دي. ولسه نوا رايح علشان يبدأ في مهمته الجديدة، خادم سيد الظلام بيقول انه هو كمان عايز المراية دي، بس عايزها علشان سبب تاني خالص. وهنا بيكشف لنا سيد خادم الظلام حقيقة تدويره على المراية دي. في الحقيقة ان المراية دي بتشكل خطر كبير جدا على سيد الظلام، وممكن اي قبيلة يستعملوها علشان يقدروا يموتوه، وهو ده السبب الوحيد اللي مخليه عايز يدور على المراية. وهنا تجاهلوا نوا ومشي، وأثناء ما كلهم في الطريق للأسف هجم عليهم الحيوان المرعب، ونوا حاول يهرب منه بس معرفش. ولما نزل من العربية حذروا الشخص اللي كان معاهم انه ما يبصش في عين الحيوان ده ابدا، لانه بكده هيسلب روحه. وبعد محاولات كتيرة جدا قدر نوا انه يخلي الحيوان ده يهرب بعيد عنهم، بس علشان الحيوان قوي جدا اغمى على نوا على طول، وفقد جزء كبير جدا من طاقته الجسدية. في الوقت ده أوجي كان موجود مع الولد اللي لقاه، وكانوا واقفين مع بعض قصاد البحر. وطبيعي أوجي سأله أنت مين؟ بس الغريب في الموضوع إنه الولد بيرد عليه وبيصدمه وبيقول له أنا أخوك، أنا عاوزك ترجع معايا لبيتك ولقبيلتك لأننا كلنا في انتظارك. المشكلة إن هو فضل يحاول معاه علشان يقنعه، وقال له لازم تنسى أي حاجة كانت في الماضي وتيجي معايا فورا. ولما أوجي مسك إيدين أخوه شاف صورة شخص غريب قوي في مخيلته، فابتعد عنه فورا، ولسه بيستعد علشان يهجم على الشخص اللي بيقول إن هو أخوه ده، بس ظهر شخص من ورا أوجي وضربه على دماغه، بس أوجي عرف يقوم مرة تانية. ولسه رايح ناحية أخوه بس لقاه مطلع مراية وعمال تطلع منها طاقة غريبة قدرت تخلي أوجي يفقد الوعي. ولما فاق نوا فجأة ظهر له أوجي في انعكاس المراية، وهنا نوا بيحس إن أوجي في خطر كبير جدا. وبالفعل راح نوا عند المعبد وظهر له الشخص اللي بيدعي إن هو أخوه والمساعد بتاعه، وفعلا أخد نوا عند أوجي وقال له إن المراية سحبت روح أوجي خلاص، يعني هو دلوقتي بقى جسد من غير روح. فنوا اتعصب جدا على اللي بيقول ان هو اخو اوجي ده، وما كانش فاهم هو عمل فيه كده ليه. بيرد عليه اخو اوجي وبيقول ان هو عايز جسده يكون معاهم حتى لو روحه مش موجودة، وفاضل 3 ايام بس واوجي يموت. الكلام ده طبعا لو ما لقوش المراية الذكر اللي اتسرقت علشان روح اوجي ترجع له تاني. هنا كان يو والشاب ابو نضارة عمالين يدوروا على صديقهم اوجي، بس للأسف ظهر مجموعة من الأشخاص وخطفوا يو، والولد أبو نضارة ما قدرش يحميه أبدا، كانت أعدادهم كبيرة جدا. ساعتها الشاب أبو نضارة جرى على طول على هارو وقال لها على كل اللي حصل. وهنا قالت له هارو إنه في إيدين يو أسورة هيقدروا من خلالها إن هم يتعقبوه لحد ما يلاقوه، وبالفعل قدر يحدد مكان يو من خلالها. وبنشوف بعد كده أخو أوجي وهو عمال يتكلم مع واحد غريب، والشخص ده بيطلب منه إن هم يستخدموا جسد أوجي كقربان، بس أخوه رفض الفكرة تماما. الكلام ده معناه إن قبيلة أوجي عايزة تضحي بجسد أوجي، وكمان بنعرف إن هم عملوا كده من 400 سنة علشان يحموا القبيلة بتاعتهم، ودلوقتي بيفكروا بنفس الطريقة تاني وعايزين يعملوا نفس الحاجة. بس أخو أوجي بيرفض جدا وبيقول لهم إن هو من حقه يعيش زيهم، ورفض خالص الكلام ده. بس الشخص اللي واقف مع أخو أوجي قال له إن الموضوع منتهي لأن والدكم هو اللي قرر وأمر بالموضوع ده. وطبعا أخو أوجي اتصدم جدا من اللي هو بيسمعه. في الوقت ده نوا كان موجود مع أوجي وكان بيترجاه إنه يسامحه على اللي عمله فيه من 30 سنة، وكان بيقوله إن هي كانت الطريقة الوحيدة علشان يخليه يعيش، ولو الزمن يتعاد تاني هيعمل كده برضه. وهنا أخيرا بنعرف السر اللي نوا كان مخبيه على أوجي. فحقيقة الأمر إن نوا قتل ميناكو حبيبة سيد الجنود علشان يقدر يخليه يستحوذ على جسدها ويعرف يعيش. ونوا كان منهار جدا وكان بيتخيل ان أوجي واقف قدامه وسامع اعترافاته دي كلها، وكان عمال يكلم أوجي وبيقول له انت هتفضل مش مسامحني كده لحد امتى، وكان بيبرر له وبيقول له عشان انت سيدي انا كنت بس عاوز احافظ عليك. بس بعد كده اختفى أوجي، وهنا جت في بال نوا طريقة هيعرف من خلالها انه يرجع أوجي للحياة من تاني. تعالوا بقى نروح للشخص اللي طلب من اخو أوجي انه يضحي بأوجي. بيروح لأخو أوجي التاني، ايوه فعلا
أوجي عنده أخ تاني وهو الأخ الأكبر. الشخص ده بيروح له بيقول إن خطته نجحت، لأنه بعد ما قال لأخوه الصغير إن والدكم هو اللي أمر إنه يضحي بأوجي ويعمل من جسده قربان، أخوه ما قدرش يعترض ويسلم بالأمر الواقع. الكلام ده معناه إن دي لعبة بين الشخص ده وأخو أوجي الكبير. وفي الناحية التانية كان يو محبوس في القبر، ودخل عليه الشاب اللي خطفه والولد اللي شفناه قبل كده، وبدأ واحد منهم يكتفه والشاب التاني خلاه يبص في عينيه، وبعد كده بدأ يقول عليه تعويذة غريبة لحد ما قدر يسيطر عليه ويحرر الطاقة اللي شفناها قبل كده في الجزء اللي فات من يو. وبعد كده أوجي ظهر لمساعد أخوه بس بشكله القديم كسيد الجنود، وقال له على طول إن هو خانه، وانضم مع أخوه بعد ما عرف إنه خلاص انتهى، ورمى عليه السكينة بس ما جاتش فيه، وقال له انت من اللحظة دي لازم تسمع كلامي وتتحالف معايا. وبنشوف الولد أبو نضارة وهو رايح عند هارو، وبتستغرب جدا من وجوده هنا مع انه المفروض بيكون بيدور على يو دلوقتي، بس قال لها ان الاسوار اللي في ايد يو دلتني على المكان ده. في الوقت ده جه الراجل اللي هدده اوجي وقال لهم انا هنضم ليكم وهنفذ اي حاجة يطلبها مني اوجي سيد الجنود. وهنا نوا كان رايح علشان يتحالف مع قبيلة اوجي هو واخو اوجي. لحظة واحدة، هل نوا فعلا رايح علشان يتحالف علشان يقدموا اوجي قربان؟ ازاي كده؟ بدأ نوا يقول كلام غريب جدا، وقال انه خلاص مش عايز يخدم سيد الجنود تاني وناوي يعيش لنفسه بس. وهنا اخو اوجي قال له احنا لازم نختبر مدى ولاءك لينا، فاقترح ان بعد ما يربطوا روح اوجي في الشجرة وينفذوا خطتهم جسد اوجي هيكون فاضي تماما. مهمة نوا بقى ان هو يخلص على جسد اوجي. فابتسم نوا بكل خباثة وقال له تمام انا موافق. يا ترى نوا بيخطط لايه وايه اللي هو ناوي يعمله؟ بيسأل أخو أوجي المساعد بتاعه عن المكان اللي فيه الجزء التاني من المراية المقدسة، بس هو قاله إنه هو الشخص الوحيد في القبيلة كلها اللي يعرف مكان المراية. نروح بقى للولد أبو نضارة وهو بيتكلم مع شخص تاني في العربية، وكان عمال يسأله عن المكان اللي هيربطوا فيه أوجي في الغابة. فالشخص ده قاله إنهم عاوزين يجمعوا طاقة الأرواح كلها، ولما يحصل كده هتتولد طاقة مش هيقدر حد إنه يوقفها. وهنا ظهر ليهم أوجي في المراية الغريبة ووراهم إن صديقه يو واقف جنب جسمه وبيقول تعاويذ مرعبة. أكيد أوجي ظهر ليهم علشان يدلهم على صديقه يو ويروحوا وينقذوه. ساعتها قرر أبو نضارة إن هو يروح يخترق الحصن بتاعهم، وإدى للشخص المراية دي وقال له روح انقذ يو. وفعلا الشخص ده راح لحد ما قدر يوصل للمكان بتاع يو. في الوقت ده الشاب كان قاعد يقول تعويذات غريبة على يو، وفي الناحية التانية كان حيوان تسوجا بيهجم على أبو نضارة وقدر يسيطر عليهم ويبعدهم عنه. بس بعد لحظات خرجت طاقة مدمرة من يو دمرت المكان بأكمله، وفجأة صحي وكانت في طاقة كبيرة جدا بتخرج من جسمه. في الوقت ده كان نوا رايح علشان يقتل أوجي، بس سأل أخو أوجي وقال له إن في طاقة بتحوط أوجي، إزاي بقى هنعرف نقتل جسمه؟ فقال له أخو أوجي إن بمجرد ما نوا يلمس يو الطاقة دي هتختفي وهيقدر يقتله بسهولة. وبيقول له نوا إن هو مش هيقدر يشوفه وهيقف بعيد عشان مش بيقدر يستحمل القتل. وبعد كده راح نوا حط قطعة من المعدن في فم أوجي، وجاء الكاهن وتأكد إن خلاص أوجي مات ويقدروا يبدأوا يعملوا عليه الطقوس بتاعتهم. معقول هو نوا قتل أوجي بجد ولا إيه؟ نوا بيقول لهم إن هو مش هيودي جسد أوجي لعائلته تاني، وهيخفي الجثة وهيرميه في البحر، ولما يترمي في البحر وسط الضباب ده محدش هيشوف حاجة. بس أخو أوجي كان شاكك في نوا وبعت معاه واحد علشان يراقبه، وأثناء ما هم ماشيين بالقارب سألوا نوا عن طريق الجبل وإزاي يقدر يوصل ليه عشان لو وصل هناك هيقدر يرمي جثة أوجي بسلام. ولما قال له على المكان راح نوا سحب روحه في شكل كورة، وبعد كده راح للمكان اللي هيعملوا فيه الطقوس. في الوقت ده أخو أوجي قال له أنت إزاي تقدر تخون سيدك اللي أنت بتخدمه من زمان قوي؟ وهنا بدأ الكاهن يقول تعويذاته الغريبة علشان ينقل روح أوجي للشجرة، وجه حيوان تسوجا، وفي اللحظة دي نوا رمى عليه الكورة اللي كانت معاه وكان فيها روح الراجل اللي كان في المركب. وفي لحظة راح وسرق المراية اللي جواها روح أوجي، وقال لأخو أوجي إنه عمره ما هيخليه يعمل في أوجي كده. وبعد كده بدأوا كل الرجالة اللي في المكان يطاردوا نوا وقدروا إنهم يوقعوه من على الجبل، بس طبعا نوا مش
هيستسلم بسرعة. قام على طول وبحركة منه قدر يدمر المكان ويهزم كل الأشخاص الموجودين، وبعدها أخد المراية وراح وسط البحر. وهنا فكر إن هو يدمج روحه وروح أوجي من المراية علشان يتخلصوا من كل المعاناة اللي هما الاتنين موجودين فيها. بس في اللحظة دي ظهر مساعد الأخ وطلب منه إنه يروح علشان يقابل أخو أوجي الكبير. وفجأة بدأت دوامة كبيرة تظهر من البحر وخرج منها تنين عملاق، وبدأ يتكلم معاه وخيره ما بين اختيارين، يا إما يحبس روحه مع روح أوجي في المراية أو إنه يرجع أوجي للعالم بتاعهم تاني. وطبعا في الحالة دي الاختيار التاني هو الأنسب. وبالفعل بدأ التنين يخرج طاقة كبيرة قوي منه وانسحبت روح أوجي اللي كانت موجودة في المراية مع نوا. وبعد شوية فاق أوجي، وهنا كانت فرحة نوا إنه أخيرا سيده عاد تاني للحياة. وراحوا هما الاتنين عند الشجرة اللي كان هيتعلق فيها روح أوجي. وهنا جت صديقتهم هارو وقالت لهم على كل اللي حصل معاهم. فقرر أوجي إنه لازم يحمي المكان ده من عشيرته علشان محدش يستغله تاني. وهنا بيقرر يختمه بختم النار ويستدعي الحراس الأربعة علشان يحرسوه. وفعلا بدأ أوجي يقول مجموعة من التعويذات، وخرج 4 حراس لحراسة الشرق والشمال والجنوب والغرب. وبعد ما خلص قال لنوا إنهم لازم يروحوا لمدينة ميكو. المدينة دي هي اللي موجود فيها يو، لازم ينقذوا روحه لأن في عشيرة عاوزين يربطوا 3 أرواح في الأشجار المقدسة. اتربط منهم روحين وفاضل روح يو، والسبب ان يو عنده قوة جامدة جدا لو حد استغلها بشكل خاطئ فهو قادر انه يمحي بلدين كاملين. وأثناء ما هم في الطريق كان في ضباب كثيف جدا، وكان واضح جدا ان هو بفعل فاعل. لكن أوجي أمر نوا إن هو يتبع الخطوات بتاعته لحد ما يخرجوا من الطريق ده. ونروح لأخو أوجي وهو قاعد مع عمه، كان بيأكد عليه إنه لازم ينفذ الخطة بتاعتهم، وقال له إنه حتى لو أوجي أخويا لازم أحافظ على منصبي. وقرروا إنهم ينفذوا الخطة بتاعتهم دي بالليل. نرجع لأوجي ونوا وهما بيحاولوا يروحوا لجبل ميكو علشان يحموه من إن هو يتدمر، بس كان من الصعب عليهم إنهم يلاقوا حل بسبب الطاقة الكبيرة بتاعة الأرواح اللي موجودة على الجبل. في الوقت ده أكيد حد بيظهر عليهم. لو ما توقعتوش مين اللي ظهر فهو خادم سيد الظلام. الخادم ده اقترح عليهم إنهم ممكن يقللوا من السحر ده من خلال جمجمة اسمها الفاتح الأعظم. وما ترددش أوجي لحظة في إنه يوافق. وفي اللحظة دي اعترض نوا لأنه كان عارف إن أكيد خادم سيد الظلام عمال يخدعه، بس للأسف ما قدامهمش أي حل تاني غير الحل بتاع خادم سيد الظلام. وأوجي طلب من نوا وهارو إنهم يروحوا يدوروا على الشاب أبو نضارة. ساعتها كان في مجموعة من الأشخاص متجمعين حوالين الأشجار وبيقولوا حاجات غريبة جدا. وقال الكاهن كده خلصنا كل حاجة وفاضل إننا نربط روح يو بالشجرة. وفي اللحظة دي جه حيوان تسوجا وخرج روح يو، وبكده يكون ربطها بالشجرة الثالثة. في الوقت ده نوا كان عمال يتكلم مع الخادم ومستغرب جدا ان هو ساعدهم. مش بس كده، ده كمان الخادم بيقول لنوا ان في ممر سري يقدر يوصله لمكان الطقوس اللي هيعملوها ويدمر المراية. ساعتها نوا ركب العربية بتاعته فورا علشان يعمل كده. ولما وصل للمكان بدأ يهجم على كل الحراس اللي كانوا هناك، وبالفعل قدر يتغلب عليهم ونزل في الممر السري. نروح للشاب أبو نضارة هو والحيوان اللي معاه. لما وصلوا عند الحاجز أمروا الحيوان إنه يفتح ليه الممر علشان يقدروا يعدوا منه، وبالفعل قدر إنه يتخطى الممر ده واللي كان أوجي مسيطر عليه أصلا. هنا كان فاضل للكاهن والناس اللي معاه إنهم يشعلوا النار في الغابة علشان تكتمل الطقوس. ولكن بدأت الحيوانات تتصرف بطريقة غريبة وتهجم على كل الموجودين، وده بسبب نوا والتعويذة اللي كان بيقولها. ومساعد الكاهن عرف على طول وقال إن نوا بيحاول يحيي قوى الفاتح الأعظم من جديد، وإنه لو قدر يعمل كده كل اللي عملوه هيتدمر في لحظة. بس الكاهن كان واثق قوي من تجهيزاته ومن الحصن القوي اللي هو عامله حوالين القصر، متأكد إن نوا عمره ما هيقدر يكسره. في الوقت ده أخو أوجي أمر بإشعال الغابة علشان يكملوا الخطة بتاعتهم. وفي نفس الوقت برضو الشاب أبو نضارة أطلق مخلوق غريب، وبعد كده تحول لتنين عملاق، وأمر أوجي إنه يطفي الغابة. وفي اللحظة دي اتقسم التنين ده لمجموعة من التنانين وبدأوا بإطفاء النيران. وأخيرا الشاب أبو نضارة قدر يوصل للمكان، بس أول ما وصل ظهرت طاقة غريبة وطيرتهم بعيد.
وقال لأوجي إنهم من الصعب جدا إنهم يقدروا يكسروا الحاجز ده. ولما بدأ أوجي يقول تعويذة بدأ الحيوان يتحول لإنسان وظهر في صورة أبو أوجي، وبدأ يتكلم يقول إن في ناس بيحاولوا يفسدوا في الأرض، وإن الفاتح الأعظم لو ما ساعدهمش الناس دي هتقدر تستولى على الأرض كلها. وفي اللحظة دي انفتح الدير وخرجت منه طاقة كبيرة جدا وبدأت تظهر في كل مكان. وتعصب أخو أوجي إن أوجي قدر يفسد خطته. الكلام ده بيحصل للمرة التانية. في الوقت ده كان نوا قدر يوصل للشخص اللي معاه الجزء الأول من المراية واللي في الحياة بيكون مساعد أخو أوجي، وبدأوا يتقاتلوا هما الاتنين، بس نوا هو اللي فاز في النهاية وكسر الجزء الأول من المراية. وفي الطرف التاني كان بيدور صراع بين الأخوين أوجي والكاهن أخوه، وأطلق الأخ مجموعة من الفراشات على أوجي بس قدر إنه يتخلص منها، لكن أخوه كان ماسك سيف وقدر إنه يصيب أوجي بجرح كبير جدا، وأطلق عليه مجموعة من الفراشات للمرة التانية، وكانت الفراشات دي بتحط عليه سم بيتغلغل في كل جسده. ولسه هيقتل أوجي بس ظهرت روح أخوه التاني ومسكته وقال له قوم لازم تقتل أخوك. بس أوجي قال له أنا مش هقدر أعمل كده أبدا. بس روح أخو أوجي قالت لأوجي خليني أنقذك ولو لمرة واحدة بس. وبالفعل بدأ أوجي يلقي تعويذة لحد ما قدر في النهاية انه يطرد روح اخوه نهائيا ويكسر المراية التانية، وبكده اخيرا يكونوا تخلصوا من المراية المقدسة وقدروا يحرروا كل الارواح اللي كانت محبوسة في الشجرة. في الوقت ده جه عم أوجي وشال الدودة السامة من جسم أوجي، كمان حطله دواء علشان يعالج الجرح بتاعه. وبعد كل ده ظهر تنين امتص روح عمه واختفى تماما عم أوجي من المكان، مش بس من المكان، من الوجود كله. وتاني يوم صحى أوجي وكان يو جنبه، بس كان فيه ضوء أحمر بيشع من جبينه، والضوء ده هو اللعنة اللي جت على يو وهتفضل موجودة معاه، لأن يو قوته خطيرة جدا لو حد استولى عليها، وإنه هو الطريقة الوحيدة علشان يحكموا العالم الإقطاعي من خلاله. ولما بيمر الوقت أوجي بيكون عايز يسأل نوا سؤال معين، والسؤال ده هو إنه ليه اختار إن هو يحرره لما كان محبوس في المراية. نوا بيرد عليه وبيقول له أنا كنت هختار إن روحي وروح سيد الجنود تتختم في المراية للأبد، بس في نفس الوقت ما قدرتش أظلم الشاب أوجي معايا، وحط الجاكيت بتاعه عليه وسابه ومشي علشان يكمل رحلته. وكده يكون انتهى مشوار أبطالنا في حكاية أوجي. لو عجبتك القصة ما تنساش تشترك في قناة أنيموجي بالعربي وتفعل زر الجرس علشان ملخصاتنا الجامدة قوي ما تفوتكش. أشوفكم قريب. If you're leaving, baby, let me down slowly, let me down.